يا صباح الورد، يا صباح الفل على الحلوين. النهاردة بقى كنت مستعجلة وقلت عايزة أعمل غدوة بسرعة بسرعة عشان خارجة. عملت القمر ده بمنتهى البساطة، كانت ساعة زمن ويمكن أقل من ساعة. كنت عاملة الغدا بتاعي، كنا متغديين ومخلصين وخارجين على المشوار بتاعنا على طول. تعالوا بقى بصوا الجمال. تعالوا بقى بينا نشمر بسرعة ونشوف عملنا القمر ده ازاي، وما خدش مننا وقت خالص. أول حاجة أنا جبت الكبدة، والكبدة دي كبدة مستوردة مش كبدة بلدي. تمام. أهم حاجة أكتر مشكلة بتقابلنا في الكبدة المستوردة هي الريحة بتاعة الزفرة بتاعتها. عشان تتخلصي من أي زفرة بقى في الكبدة، هقولك على مكون خطير هتحطيه هيقضي على الزفرة خالص، واستحالة تشمي ريحة زفرة خالص في الكبدة. بص أنا بقطع الكبدة كده شرايح، وأحسن طريقة عشان تقطعي بيها الكبدة دي لازم تكون وهي متلجة، مش وهي كده سايحة زي ما أنا عملت. هحط بقى الكبدة بتاعتي كده في الطبق، وعندي خلطة بتاعتي توم، وحطيت عليه شوية كزبرة ناشفة، حطيت عليه كمون. تمام. هاخد معلقة واقلبها مع الكبدة، وبعد كده هحط عصرة ليمون كمان. هحط عصرة ليمون زي ما قلتلكوا، وكمان هحط القشر بتاعها. القشر بيبقى فيه زيوت وبيحتوي على ريحة لليمون اكتر كمان من العصير. هقلب كل ده مع بعضه، ويا ست الكل المكون اللي هيقضيلك على اي زفارة خلاص هو معلقة الطحينة. معلقة الطحينة، ايوه. بقلبها كده مع الكبدة، وبسيب كل الكلام ده كده ياخد ويدي مع نفسه. ايوه. كله يتطعم من الكبدة، تتطعم من التوم بقى والكزبرة والكمون وكل الكلام الجميل ده. عقبال ما الكبدة بقى ركنتها على جنب زي ما انتوا شايفين، هقطع بقى البصل بتاعي. اي تقطيعة انت عايزاها، ممكن تقطعيه جوانح، ممكن تقطعيه مكعبات كبيرة، زي ما انت عاوزة. انا هنا قطعته مكعبات كبيرة شوية. ايوه، زي الفل. كل المكونات اللي انا محتاجاها في الاكلة بتاعتنا دي هي البصل وفلفل الاخضر وفلفل الاحمر. عايزة تحطيه ماشي، مش عايزة تحطيه براحتك، مفيش مشكلة خالص. وطبعا هاخد معلقة تانية من التوم اللي انا عاملاه بالكزبرة والكمون. حطيت اول حاجة شوية زيت في الطاسة، وحطيت معاهم البصل، وهديله تشويحة كده. وطبعا مش هنسى شوية الملح وشوية الفلفل. بس نحط بقى الملح والفلفل، واكمل تشويح في البصل. انا البصل بتاع الكبدة دي مش عايزاه يتحمر، يا دوب هياخد لون مصفر كده، لان البصل هيكمل سواه تاني مع الكبدة. فانا مش عايزاه عقبال ما الكبدة تخلص بقى تستوي تمام يكون هو خد لون غامق واسود، لا. بصوا، عايزه اقول لكم بقى اللون الذهبي الاصفر الجميل ده كده حلو قوي كويس جدا. يلا بقى ننزل بالكبدة على البصلة زي الفل. ننزل بقى بالكبدة. ايوه. بصوا التتبيلة بتاعتها اللي احنا كنا حاطينها فيها وسيبناها شوية. الثوم والليمون والكزبرة الناشفة والكمون. طبعا الكبدة بتموت في الكزبرة والكمون. هقلب بقى كده، ولازم النار تكون عالية. ومش بقلب كتير، هو يا دوب تقلبتين تلاتة، وبلاقي شكل الكبدة او لون الكبدة اتغير وبدأت تدخل في مرحلة السوا. في الوقت ده انا هبدأ احط بقى معلقة صغيرة من التوم اللي انا دقاه، وحط عليه كزبرة ناشفة، وحط عليه كمان كمون ناعم. هنزل بقى بالفلفل الاخضر، وتقلبتين تلاتة مع الكبدة. وخلاص يا ستي الكل كده الاكلة بتاعتنا خلصت. انا عايزة اقولك ان احنا ما عملناش كمان معاها رز ولا اي حاجة. الرز غالي واحنا كلنا عارفين. لقمة عيش كده، وبدأنا ان احنا نعمل سندوتشات جميلة مع شوية جرجير، وكانت اكلة في منتهى الجمال. خلصناها في السريع، ونزلنا شفنا اللي ورانا على طول. بصوا الجمال، انا عايزة اوريكم. بصوا المنظر بتاع البصل والكبدة. هنا طبعا هحط التوابل بتاعتي، حطيت شوية جنزبيل وشوية بهارات، وبكمل تقليب.
بس شوفت الكبدة اصلا خلاص لونها اتغير. هنا حطيت معلقة صغيرة من السبع بهارات، وخلاص كده يا ست الكل تمام. ظبطت الملح بتاعي ولقيته تمام، وخلاص كده انا خلصت الكبدة. جبت الرغيف بقى، رحت عاملاه كده في الزيت اللي انا قليت فيه الكبدة. بصوا، بس بفتحه بالنص كده، وحش يا معلم. شكلها بجد حاجة كده عظمة عظمة عظمة. بس فتحنا السندوتش، يلا بينا نحط الكبدة بقى في السندوتش بتاعنا. وطبعا ما تنسيش الطحينة. انا هنا ما بحبش الطحينة قوي، عشان كده ما حطيتش طحينة على السندوتش بتاعي. لكن طبعا الكبدة بيعشقوا الولاد معاها الطحينة. بس بصوا بقى شكل الكبدة جميل ازاي، لا اسودت ولا نزلت ميتها ولا ناشفة ولا اي حاجة، لا بالعكس، مستوية وجوسي جدا وفي منتهى الجمال، ولونها فاتح مش غامقة، وحلوة جدا، وما كانش فيها اي ريحة للزفارة. بصوا حاجة ما شاء الله، فاخر من الاخر. بصوا الجمال، جميلة جدا. لو عجبكم الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة واللايك بتاعكم الجميل. مع